السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناة كوزين سكينة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله في قناتي غادي نحضر معاكم واحد الكغاتان كيجي لذيذ بزاف بزاف بدون صلصة بشاميل، كيجي ألذ منه ما كاين بواحد الطريقة مختلفة وكذلك الشكل اكثر من رائع جدا. بلا ما نطول عليكم ندوز مباشرة للطريقة وايضا المقادير وفرجة ممتعة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما العادة أول حاجة إن شاء الله كنبداو بها وهي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنا عندي جوج حبات ديال البصلات كيكونوا هكا صغار، شلطتهم وقطعتهم هكا إلى قطع صغيرة. ومن بعد إن شاء الله هنا غادي نحتاج القرعة. بغيتو ديروه بالقرعة بغيتو ديروه هكا بالجزر، لكم الاختيار. أنا كيعجبني مع هكا القرعة، يعني هنا عندي واحد 5 الحبات ديال القرعة اللي كيكونوا هكا صغارين بزاف، اللي خديتهم ونجرتهم هكا من ديك الغبره وداك الملوسخ اللي كيكون فيهم وغسلتهم وكنحكم هكا في الحكاكه هنا في الراس الغليظ. الكغاطه صراحه كيجي لذيذ لذيذ بزاف بزاف، وكذلك حتى الدراري الصغار هكا غادي يعجبهم، وكذلك حتى الكبار اعتمدوا هكا في الغداء ولا في العشاء حيت مشبع صراحه. صافي ان شاء الله غادي نحك ديك الكميه كلها اللي عندي ديال الكرعه. من بعد ان شاء الله كنضيف هنا 125 غرام ديال الكفته، اللي يعني اللحم المفروم. ممكن نضيفوا حتى لادان، ممكن تضيفوا الكفته ديال كذلك لادان، لكم الاختيار. من بعد ان شاء الله هنا بالنسبه للتوابل احتاجيت معلقه صغيره عامره ديال الثومه بودر، الا ما تكونش الثومه بودر بلا ما تضيفوا ديك الطريه. كنضيفوا كذلك شويه الملح اللي كتبقى هكا على حسب الذوق. هنا نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر ولا التحميره، كذلك ان شاء الله هنا رص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وكذلك ان شاء الله هنا غادي نضيف جوج وراق ديال الرمد ولا ورق ديال سيدنا موسى. كذلك هنا شويه ديال الزيت المائده، غير شويه ماشي بزاف، تقريبا هكاك واحد جوج معالق كبار. غادي نخليهم ان شاء الله يتشحروا ليا مزيان مزيان حتى كطيب لي ديك الحشوه. يعني ان شاء الله بالنسبه للبطاطا فانا هذه هي طريقتي، يعني كنغسلها مزيان مزيان وكنسلقها هكا في الماء، يعني في الكوكوط كنسد عليها حتى كطيب. من بعد ان شاء الله غادي نقشرها وغادي نقيها. من بعد ان شاء الله غادي ندوز هنا باش غادي نمعكها، ولكن قبل كنضيف هنا شويه ديال الملحه وكذلك شويه البزار باش ما تجينيش هكا باسله. من بعد ان شاء الله غادي نمعكها مزيان ما حدا هي سخونه، ومن بعد عاد كنضيف عليها تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده. صافي ان شاء الله ضروري ما تسمعكوها وهي مازال سخونه باش كتسمعك معكم بكل سهوله. يعني كيما قلت لكم الكغطا كيجي لذيذ بزاف بزاف زوين، ما تشبعوش منه، كيجي صراحه واعر والله العظيم على حسابي. يعني ان شاء الله كنضيف معلقه كبيره ديال الزبده باش ما تجيناش هذيك البطاطا هكا ناشفه. كما قلت لكم ما غاديش نضيف نهائيا صلصه البيشاميل. صافي ان شاء الله هنا غادي نستمر، غادي نحرك، غادي نمزج مزيان ديك الزبده كذلك مع البطاطا. وصافي ان شاء الله هي البطاطا ديالتي واجده. هنا ان شاء الله غادي ناخذ المول ديالي اللي غادي يدخل لي ان شاء الله للفران، يعني ندهنته فقط بشويه ديال الزيت، فقط غير شويه دهنه خفيفه. من بعد ان شاء الله كنضيف نص الكميه ديال البطاطا والنص الاخر غادي نحتفظ بها. يعني هنا لتحت كندير واحد الكميه كتكون هكا رقيقه ديال البطاطا وكنوزعها بهذا الشكل هذا، يعني بالمعلقه ولا بالفرشيطه. يعني كنوزعوها مزيان. من بعد ان شاء الله كندير واحد الكميه اللي كتكون هكا محترمه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا باش يعطينا ديك التعليكه. من بعد ان شاء الله كناخذ ديك الحشوه ديالتي اللي طابت وتشحرات، يعني نتوما كتذوقوا هكا الا كانت مسوسه نتوما كتزيدوا كتزيدوا شي الملحه. انا جاتني صراحه هي هذيك. من بعد ان شاء الله كنوضعها كلها في الطبقه الثانيه بهذا الشكل هذا. يعني كما قلت لكم غطا جا زوين بزاف، جا هكا معلك مع ديك الطبقه ديال البطاطا وكذلك الفرماج وكذلك ديال الحشوه. الا ما كنتوش كتبغيو هكا ديك الكرعه الخضراء ممكن تضيفوا الجزر، يعني الحشوه كتبقى اختياريه. من بعد ان شاء الله كنوزع هاد الحشوه هذه بالشكل اللي كيكون هكا متساوي، وكنوضع مره اخرى واحد الطبقه هكا ديال شويه ديال الزبده غير هكا بسيطه، يعني تقريبا بحال عندي معلقه صغيره ديال الزبده، وكنقطع يعني كنوزعها كقطع باش تذوب ليا. كذلك كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. من بعد ان شاء الله كنضيف هنا واحد الطبقه كتكون هكا رقيقه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا كذلك باش يعطينا ديك التعليكه، يعني بهذا الشكل هذا. ومن بعد ان شاء الله كناخذ ديك البطاطا اللي تبقات ليا وغادي نضيف عليه ان شاء الله واحد المكون وكيعطينا واحد الشكل زوين، وكذلك واحد القرمشه وكذلك واحد المذاق رائع جدا جدا.
هذيك البطاطا اللي تبقات ليا كناخذ كنضيف عليها هكا 2 معالق كبار ديال النشا. عرفتي النشا كتعطي واحد المذاق، واحد القرمشه البطاطا كتجي بحال الشيبس من الفوق، كتجي غزاله بزاف. غادي نحركها مزيان مزيان حتى كتولي عندي عجين، يعني كتولي هكا عجينه رطبه، يعني 2 معالق كبار كافيه. غادي نخلطها ان شاء الله مزيان بهذا الشكل هذا. ومن بعد ان شاء الله غادي ناخذ هنا الجيب الحلواني، يعني انا خديته باش يعطيني داك الشكل. الا ما بغيتوش ممكن توزعوا غير هكاك من الفوق. انا بغيت يجيني هذاك الشكيله ديال الوريضات. غادي نعمر هكا هذا الجيب هذا، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير هكا وريضات فوق داك فوق داك الحشوه ولا هكا الكغاتان. غادي ندير دوك الوريضات باش يجيني منظر زوين بزاف. هانتوما شوفوا معايا، يعني هانتوما كتشوفوا يعني كيجيو زوين بزاف وساهلين كذلك حتى في الخدمه. صافي ان شاء الله غادي نعمل هكا الوريضات اللي كيكونوا هكا وحده على وحده. وكما قلت لكم فاش كيطيبوا كيجي هادو كيجيو مقرمشين، وكتجي بطاطا هكا خاويه من الداخل، حيت بحكم بان ضفنا معاها هكا نشا كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. صافي ان شاء الله غادي نستمر، غادي نعمل هكا الوريضات يعني حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي كلها ديال البطاطا بهذا الشكل هذا. وديك الساعه غادي ندخلوه ان شاء الله الفران. ما كياخذ ليناش نهائيا الوقت حيت كلشي عندي طيب، فقط غير خص هذيك البطاطا اللي من الفوق، هاد الوريضات هادو خصهم يتحمروا وياخذوا لينا هذاك اللون الذهبي. صافي ان شاء الله غادي نكمل كما قلت لكم حتى غادي نسالي ديك الكميه كلها اللي عندي. شوفوا ما شاء الله واحد المذاق كيجي زوين بزاف. ممكن نضيفوا الزعتر، انا صراحه كنت نسيتو الزعتر هكا ولا الزعتر من الفوق، ولا ترشوا هكا بشويه ديال المعدنوس يعني باش يعطينا هذاك اللون الاخضر. صافي ان شاء الله هنا غادي نخشيه ان شاء الله الفران. غادي نخليه ان شاء الله حتى كتحمر ليا البطاطا من الفوق، وهاد الوريدات هادو ياخذوا ليا داك اللون الذهبي. ومن بعد ان شاء الله غادي نخرجها وغادي نقدمها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكغاط ديالي، كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا جا اكثر من رائع جدا. هذيك الطبقه الفوقانيه كتجي بطاطا هكا مقرمشه وزوينه بزاف. كما قلت لكم الشكل هكا مغاير كيجي صراحه زوين بزاف وراقي. وكنتمنى ربي ان شاء الله ينال اعجابكم. كما شفتوا معايا قطعته معكم في اول يعني المقطع في لا فيديو، كيتقطع بكل سهوله وكيتهز بكل سهوله، يعني حتى الشكل ديالو كيجي غزال بزاف بزاف. كما قلت لكم غير اعتمدوا هذه الطريقه هذه والله حتى يعجبكم، يعني بلا صلصه ديال البيشاميل والله العظيم يجي هكا معلك. ديك الفرماج اللي وضعناه شوف معايا كيتحيد بكل سهوله، كيجي زوين بزاف. كما العاده الى عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا ومشاركه الفيديو مع احبائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. كنقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.